تخيل معايا غادي تحرك حتى لاوروبا، صبر البرد والجوع، من بعد هذا الشيء كامل تصدق دوله في الاخر ديال لافريك، النحس ديال النحس. ولكن ربي كبير، ما غتصورش الواقع كيفاش غادي يصير. الواقع اللي كيعيش اي شاب مغربي من بعد ما كان الحلم ديالو في الصغر يكون بوليسي ولا طبيب، كيكبر من بعد كيولي حلمو غير شي خدمه بسيطه يسد بها الجوع وجوع باه وامه، ويرد لهم غير شويه من دوك التماره اللي ضربوا عليه. ولكني كتصدموا الحياه اللي عايش فيها. كيولي تفكيرو الواحد هو يمشي بعيد، يقطع البحور ويخوي هاد القاره، ويخوي ويزيد، كيغامر بحياته وكيخلي الميمه الحنينه كتقلب عليه. الا ان قصه امين غتكون فريده من نوعها. القضاء والقدر غادي يوصلوه لواحد الحلم ما عمره كان يحلم به، ما كانش كاع حاس به. نبداو بالواقعه. امين غيتزاد في دوار سكويله في الدار البيضاء، وراكم عارفين المعاناه اللي كيعيشوا فيها بحال هاد الناس، بحال هاد الناس اللي ساكنين في بحال هاد البلايص. في الصيف فران وفي الشتاء ثلاجه، الوالد عنده طالب معاشو، نهار خدمه وربعه لا. امين غادي يتزاد وسط ربعه د الخوت، لا ما حضرش وقت الماكله في الدار عول على راسو غيضربوا الكار. واخا هكاك امين كان فريد من نوعه وباغي يقرا باش ينقذ راسو وينقذ والديه من الفقر. حتى باه ما كانش مخليه من حقه، ونعم الرجل مقاتل مع ولادو، حيدها من لحمو ويعطيها ليه. ما بغاش ولادو يعيشوا بحالو، بغا ولادو يكونوا احسن منه. امين غيدوز كاع دوك السنين في القرايه ديالو متميز وبنقطه عاليه، وغيتلاقى مع اول حيط في حياته. كان كيتمنى يقبلوه شي مدرسه مزيانه باش يكمل قرايته فيها، الا ان حتى مدرسه ما عيطت ليه. بقاو ليه جوج الاختيارات، يمشي لافاك ولا يدير ليستا، وقرر يختار الاختيار الثاني. غيضرب فيها عامين وغياخذ الدبلوم ديالو، وهنا امين غيريب عليه الحيط الثاني. امين الشركه اللي كيمشي ليها هي كيقولوا له ما خاصناش خدامه، وهي كيقولوا له بلي خاصك اكسبيريونس. هو مسكين بقوه الحقره فكيقول انت كيفاش بغيتي تكون عندي الاكسبيريونس وحتى شركه فيكم ما بغات تقبلني. واحد النهار قالوا لي واحد الشركه كتطلب عاملين في الدومين ديالو، الشركه كتدخل، جمعوا وريقاتو، مشى حدا ديك الباب ديال الشركه كيتسنى. داك السكرتير اللي عند الباب شافو من الصباح واقف، بقى فيه امين، خرج عنده هو يقول ليه اش خاصك اولدي. هو يقول ليه امين راه سمعت الشركه كتدخل، وجاب الدبلوم والسي في ديالو، وشاف فيه السكرتير بواحد النظره ديال الحزن. هو يقول ليه شوف اولدي، شتي انت ودبلومك وسيفيك، الا ما كانش عندك شي كاله ولا شي كود بيستون راه غتلقى وراقيك عند مول الزريعه. امين ما فهم والو. امين رجع حاقد لدارهم وكيغوتوا البكيه شاده من السنان، وكيقول ياك قالوا لنا قراو وقرينا، حنا ما طالبينش منهم بزاف، راه باغيين غير شي خدمه تسد الجوع اللي فينا. امين حرات العيشه بين عينيه في المغرب، ورجع كيقول لك انا غريب في بلادي، اللهم نمشي غريب في بلادات الناس. مشى عند مو باه وقال لهم انا عارف هادشي اللي غنقول لكم ما غيعجبكمش، ولاني هاد الكلام اللي غنقولوا امي راه داكشي اللي غادي ندير. صافي راني قررت باش نحرق ونغير هاد البلاد. امو مسكينه بكات وتقول ما بكيت، اما باه عارف ولدو باش كيحس. امين تلاقى مع شي ولد دربو وقرروا انه يمشيو ويريسكيو في شي فلوكه. ديك الساعه ديريكت المحطه ديال ولاد السيعلي، الوجهه الى عروسه الشمال طنجه. دوز شي ايامات تما، ومن تما غتكون الوجهه الى البور باش يقلب على منقذه من هاد الحياه اللي هو البابور. امين جا هو وقشله ديال عشرانو دايرين الروينه منين باغي يحرقوا. هو يتفكر هضره عشرانو اللي مشاو قبل منه، اللي قالوا ليه فيها شوف لا بغيتي تحرق ما عندك ما دير بك حل الراس، بغيتي دير شي حاجه ديرها الراس. تفارق مع صحابو، ومن الزهر ديك النهار غتنوض واحد الروينه في المعبر ديال الدخول. امين قدر يتخشى من واحد القادوس غادي فيه، تخرج في واحد الباطوات، طلع في واحد منهم، تخشى حدا الموطور، شد واحد القنيته، ظلامه معلم، جوج كلمات اللي كيقول يا ربي ما يهبط حتى واحد، يا ربي ما يخسرش الموطور. الباطو يومين هو واقف، الباطو ما بغاش يتحرك. امين ملي كيبغي يخرج كيتفكر الكاريه اللي كان ساكن فيه، كيقول نموت وما نرجعش تمايا. وهاد اللحظه كتسمع الموطور ديمارا، كيقول الله الفرج جا، باي باي الميزيريا. الباطو شق طريقه، السما تواطات مع البحر. امين فرحان وما قداه فرحه. الباطو ضرب 3 ايام ديال الطريق. امين طفى ليه النوكيا بي اللي كان كيحسب به الايام. امين ما بقاش فرحان، تخلطوا عليه الايام، ولا كيقول ويلي الناس كتحرق غير فلوكه وكتضرب 3 ايام وكتوصل، وانا اللي باطو قد الخلا ضرب اكثر من السيمانه، ضرب اكثر من السيمانه وما وصلش. وهو داوي مع راسو، واحد اللحظه كيسمع الموطور وقف، غادي كيتسلت باش يطل من واحد الشرجم باش يشوف راسو فين وصل. هو يبان ليه واحد العزي دايز، هو يقول ويلي تا اش كيدير هذا هنايا، اش كيدير ماما افريكا هنايا، ياك ما كان حالق معايا وما شفتوش. كيبان ليه واحد ثاني، ويلي هذا صحيبه ولا شنو هو، كيسرح عينيه مع الشانطي، كيبانوا ليه قشله ديال عوازه. خرج من باطو وهو يقصد واحد، وهو يقول ليه مون نامي حنا فين، هو يقول ليه صاحبي نتايا في الموزمبيق. امين شد راسو وقال الله يا ربي الله، هذا كاع الزهر عندي، الناس يحرقوا يقصدوا الزهر وانا ديما زهري معكس وعطاني بالظهر. امين ولا باغي يرجع غير للمغرب، ولكني 0 درهم، الماكله وما لاقيهاش. بقى الامل الوحيد عنده هو يطلب في الفيروجات. امين مع كان زوينو في شي شكل، الناس اللي في ديك الدوله كانوا كيتعاملوا معاه مزيان. واحد النهار هو كيطلب في الفيروج، غتوقف عليه واحد الطوموبيله خطيره، هو يقول ليه الا بغيتي تخدم ركب معايا في الطوموبيل، ويلا معايا. امين ما عندوش البديل، ركب معاه رجل اعمال كبير في الموزمبيق، وبحكم امين عنده دبلوم في الميكانيك ولا مقابل
ليه الخدامه في الشركه ديالو. واحد النهار بنت الباترون جات الخدمه فين خدام امين، العينين تلاقاو مع بعضياتهم وهاك ورا ما في حزاره. صدقات القضيه الحب من اول نظره. امين غادي يقصد الباترون ديالو وغيقول ليه راه عجبتني بنتك وبغى يتزوج بها. الباترون سول بنته قالت ليه انا موافقه. الباترون قال لهم الا انت موافقه الله يكمل بالخير. تزوجوا مع بعضياتهم والله رزقهم وليدات. ومن بعد ما كان غير شاف صدق مدير ديال بعض الشركات مسك عليه الله وقدر يخرج والديه من الفقر. من بعد ما كان ساكن غير في براكه في قل من عام شرا فيلا. والعبره من هذا الشيء ارزاق بيد الله، ما عمر بنادم ما يقنط من رحمته. ما تساوش تجيموا متابعه وبارطاج. تهلا.